النهاردة موافق 30 أكتوبر 2025. اليوم مش 24 ساعة خالص، لأ، اليوم 25 ساعة. الليلة دي مش هتكون زي أي ليلة فاتت. في حاجة بتحصل في السماء هتخلينا كلنا نقف ونبص للساعة بتوتر وحماس. النهاردة وفي اللحظات الجاية كل عقرب ساعة هيتغير، وكل دقيقة هتنقلنا من زمن لزمن تاني. النهاردة الخميس 30 أكتوبر 2025 هو الليلة اللي هنكسب فيها ساعة زيادة من حياتنا. بس الموضوع ده مش بس تأخير الساعة، ده بداية عن نظام جديد، عن استراتيجية كاملة بتغير إيقاع حياتنا كله. إيه السر وإيه اللي خلى الحكومة المصرية تاخد القرار ده، وإزاي الساعة اللي كسبناها دي هتأثر على مذاكرتك وشغلك، وأهم حاجة طبعا نومك. وإيه هي الخطوات العملية اللي لازم تعملها دلوقتي علشان ما تصحاش بكرة الصبح متأخر على أهم ميعاد في حياتك، وهو صلاة الجمعة اللي بنستناه من الأسبوع للأسبوع. النهاردة بقى جايين نغوص في رحلة مثيرة جدا بعنوان الساعة الزايدة، وكواليس بقى عن التوقيت الشتوي في مصر، وإزاي بقى هتظبط حياتك. خليك معايا للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو، واهم حاجة السبسكرايب، وتنضم لعيلتنا المتواضعة، لان في تفاصيل مهمة جدا جدا لازم تعرفها قبل ما الساعة تدق 12 بالليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية مفيش شك إن قرار تغيير الوقت كل فترة ده دايما بيثير الجدل وبيطلع ترند على السوشيال ميديا. ناس بتفرح بالساعة اللي كسبتها، وناس بتتلخبط في مواعيدها، وأهم حاجة مواعيد الصلاة اللي طبعا بتتلخبط. بس الأهم إن احنا لازم نفهم الصورة الكاملة للقرار ده. الليلة دي احنا بننتقل رسميا من التوقيت الصيفي اللي بدأ في أبريل للتوقيت الشتوي اللي هو التوقيت الأساسي لجمهورية مصر العربية. ايه اللي هيحصل بالظبط الليلة دي؟ زي ما قلنا الحدث الأهم اللي هيحصل بالليل الخميس 30 أكتوبر 2025 هو آخر ليلة في التوقيت الصيفي. وكل عام وانتم بخير بمناسبة دخول الشتاء، وربنا يجعله يا رب شتاء سعيد علينا جميعا. الموعد الرسمي بقى في تمام منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025. أول ما الساعة هتوصل 12 بالليل يعني ساعة الصفر، هتأخرها 60 دقيقة يعني هتبقى الساعة 11، والنتيجة بعد كده هتقوم راجع لورا وتبقى معاك ساعة كاملة. ده معناه عمليا ان انت هتحصل على ساعة اضافية، يعني لو كنت بتشتغل على مشروع او بتذاكر هيكون عندك ساعة كاملة زيادة في نومك لو كنت بتنام بدري. ومبروك بقى، هتستمتع بساعة نوم زيادة وهتصحى فايق أكتر بكتير. العمل الرسمي بالتوقيت الشتوي الجديد هو التوقيت الرسمي لمصر وجمهورية مصر العربية، هيبدأ اعتبارا من صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025. السؤال بقى الأهم، ليه بنغير الوقت؟ كتير من الناس على مواقع التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وانستجرام يوتيوب تيك توك بتتلخبط بقى وبتسأل احنا ليه بنغير الساعة مرتين في السنة. الإجابة بقى واضحة ومباشرة، احنا بنرشد استهلاك الطاقة، الاستفادة من ضوء الشمس. الفكرة الرئيسية في التوقيت الشتوي وإننا بنأخر الساعة علشان نضمن إن شروق الشمس يكون في وقت مناسب ليوم العمل أو يوم دراسي أو يوم حتى في الكلية طويل، وده بيخلينا نستفيد أكتر من ضوء النهار الطبيعي في الصبح، وده بيقلل استخدام الإضاءة الاصطناعية اللي هي الكهرباء، وكمان بنوفر وبنرشد. تخفيف بقى الأحمال، بنقلل استخدام الكهرباء لمدة ساعة في ملايين البيوت والمؤسسات، وده بيقلل الضغط على محطات توليد الطاقة، وده جزء مهم من خطة الدولة لترشيد استهلاك الوقود وتوفير مليارات الدولارات. أيوة، متستغربش، ساعة ممكن توفر مليارات الدولارات. أصل أنت شوف في كام بيت وكم مصلحة حكومية في مصر طبعا. الجدوى الاقتصادية، طب إيه لازمتها بقى على الاقتصاد؟ الدراسات اللي قدمتها الحكومة أثبتت إن تطبيق التوقيتين الصيفي والشتوي بيحقق وفر اقتصادي كبير جدا على مستوى الدولة. يعني القرار مش عشوائي، ده قرار مدروس وليه أبعاد اقتصادية مهمة. تعالى بقى أقولك على نصايح هتظبط بيها حياتك بكرة. مشكلة تغيير الوقت ده بتعمل جيت لاج كده أو لخبطة في الإيقاع البيولوجي لجسمنا. علشان كده لازم نجهز نفسنا قبل ما الساعة تتغير. الأجهزة الذكية زي الموبايل اللابتوب التليفون أو الساعة
لازم تتأكد إن هي بتعمل تحديث تلقائي. روح الإعدادات بتاعة الجهاز بتاعتك وتأكد إن الوقت التلقائي متفعل، وفي غالب الأجهزة الحديثة بتظبط نفسها لوحدها، يعني أنت مش محتاج إن أنت تظبطها يدوي. والاحتياط، ممكن تعمل إعادة تشغيل للجهاز أو ريستارت مرة واحدة بعد منتصف الليل، يعني بعد الساعة 12، علشان تضمن تطبيق التوقيت الجديد بشكل كامل. الساعة بقى اليدوية والحائط ده طبعا هتضطر إن أنت تظبطهم يدوي. الساعات دي لازم تضبطها بنفسك، خلي بالك ان انت هترجعها لورا ساعة كاملة. وتوقيت الضبط الافضل انك تعمل ده قبل ما تنام، يعني لو الساعة دلوقتي 11 ونص بالليل، رجعها خليها الساعة 10 ونص لو انت بتنام بدري. مواعيد النوم بقى، النوم مبكر ده نفس توقيت القديم، حاول تنام في ميعادك الليلة، يعني بكرة هتصحى الصبح فايق، هتلاقي انك نمت ساعة زيادة، وده هيساعد جسمك انه يتأقلم اسرع مع التوقيت الجديد. مواعيد بقى القطارات والطيران، تأكد بقى من المواعيد دي، يعني لو عندك أي ميعاد سفر بالقطر أو الطيارة لازم تتأكد من المواعيد الجديدة بعد التوقيت الشتوي، خاصة إن بعض المواعيد في منتصف الليل ممكن تتأثر بشكل مباشر، فحاول إنك تركز وتظبط مواعيدك. الساعة الزيادة دي بقى هتستغلها صح إزاي؟ بما إنك 6 ساعة في يومك، ما تخليهاش تضيع في التقلب بقى على السرير أو السرحان، تعالى بقى مع بعض نستغلها صح. لو طالب، استخدم الساعة دي في مثلا إنهاء مهمة مذاكرة صعبة كنت بأجلها، أو راجع فيها جزء خفيف قبل ما تنام. لو بتشتغل ممكن تستغلها في قراءة كتاب أو ممارسة رياضة خفيفة، أو حتى تقضي وقت كده لطيف مع عيلتك أو أصحابك، أو حتى تنام وتريح جسمك. وخليك مسترخي وخصص الساعة دي لروتين يريح أعصابك قبل النوم، زي مثلا إنك تتأمل أو تسمع موسيقى هادية، أو بلاش الموسيقى علشان منكسبش ذنوب، أو ممكن نسمع قرآن كريم ويهدي الأعصاب. ده هيساعدك إنك تنام أسرع وبشكل أعمق. الليلة دي الخميس 30 أكتوبر 2025 هي الليلة اللي هتغير الوقت، وبداية العمل بالتوقيت الشتوي الساعة 12 في منتصف الليل، اللي هترجع للساعة 11 بالليل. كده انت كسبت ساعة كاملة في يومك، ودي فرصة كويسة جدا ان انت تعمل إعادة ضبط مش بس لساعتك، وكمان لإيقاع حياتك كله. جهز ساعتك وجهز نفسك، وابعت الفيديو ده لكل تعرفه علشان محدش ينسى يظبط ساعته بالليل. شاركونا برأيكم في التعليقات، ايه اكتر تحدي بتواجهه مع تغيير التوقيت؟ وهل شايف ان التوقيت الشتوي الجديد ده مفيد ليك ولا متعب؟ وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي ونفكر الناس يغيروا ساعاتهم لأكبر عدد من الناس. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.